فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، واضغط لايك للفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد. مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. استبشر المغاربة خيرا بحلول سنة 2021، خصوصا أنها حملت منذ اليوم الأول أخبارا جد رائعة ومهمة للمغرب، عززت من موقعه في الحفاظ على وحدة أراضيه بما فيها الصحراء المغربية طبعا. وهذه المرة جاء الحق من أقوى حلف عسكري في العالم، وهو حلف الناتو، حيث فاجأ هذا الحلف المغاربة وقدم لهم هدية رأس السنة الجديدة باعتماده على خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى القويرة، وهو انتصار كبير وغير مسبوق على أعداء الوحدة الترابية للمملكة الشريفة، خصوصا أنه جاء من حلف كبير يضم في صفوفه أقوى الدول في العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كندا، فرنسا، إسبانيا إلى غير ذلك. وفي تصريح لصحيفة أشكين، أوضح الخبير العسكري محمد شاقير أن الأمر منطقي، لكون أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تترأس الحلف، وبما أنها اعتمدت الخريطة المغربية كاملة بعد اعترافها بمغربية الصحراء، فشيء عادي أن تتبعها باقي الدول في الحلف وتعتمد هي الأخرى نفس الخريطة. ولفت شقير أن هذا يدخل في إطار تحالفات وتغيرات جيوستراتيجية تجعل المغرب يعتبر ضمن هذا الحلف، رغم أنه ليس منضما له، لكنه سيعتبر كمكون أساسي من المكونات التي يمكن أن يعتمد عليها في المنطقة الأطلسية، مشيرا إلى أن هذه المسألة كانت متوقعة بحكم أن من اعترف بمغربية الصحراء هو الرئيس الفعلي للحلف. وعن إمكانية اعتماد المغرب كعضو في الحلف الناتو مستقبلا، أوضح نفس الخبير محمد شاقير أن هذا الأمر غير مطروح حاليا، لأن الانضمام لهذا الحلف يتطلب مجموعة من المعطيات والشروط، والتي لا ترى دول الحلف أنها متوفرة حاليا في المغرب. وتعليقا على تقديم المغرب أوراق اعتماده لدى الحلف الناتو في يناير من العام المنصرم، أوضح المتحدث لأشكين أن هذا يذكرنا بالطلب الذي قدمه المغرب للاتحاد الأوروبي ولم يتم قبوله، وهو نوع من الرسائل السياسية التي تعكس أن لدى المغرب رغبة أكيدة في أن يكون أحد مكونات الحلف. وتابع شقير شارحا أن مسألة العضوية في الناتو ليست مطروحة على الأقل في المدى القصير، وحتى إذا تم إعطاء الطلب فإن هناك دول أوروبية لا توجد ضمن هذا الحلف ولن تقبل هذه المسألة، مضيفا أن اعتماد المغرب كمكون أساسي للحلف يعتبر مرحلة متقدمة باعتباره دولة يتم الاعتماد عليها، خاصة بعد اعتماد خارطته بهذا الشكل. أكيد أنها رسالة سياسية من الحلف بأن المغرب أصبح مكونا ذا أهمية، ويسترسل شقير سواء في المناورات أو تحركات الحلف، خاصة مع المتغيرات الحاصلة ومع التوسع الروسي في المنطقة وهذه التموقعات الأحلاف داخل المنطقة الأطلسية، ذاهبا بالقول إنه في المستقبل القريب ستكون المنطقة المتوسطية منطقة جذب لكل الأحلاف، وعلى رأسها حلف الأطلسي.